النهارده الفيديو بتاعنا عبارة عن فيديو توفير. هقول لكم حاجة حلوة قوي، اجيب لك حاجة جميلة توفر معاكي في السعر واعمل لك منها كمية كبيرة زي ما انت شايفة كده بالظبط. كمية كبيرة من الزبدة، زبدة بلدي حلوة جميلة، هتسيحيها تحطيها في بيتك، هتعيش معاكي فترة طويلة. ولو انت حابة تشيليها زي ما هي كده بالظبط في الفريزر يعني، ولما تحتاجي تجيبي قطعة بقطعة تستخدميها، هقولك الأسعار وهقولك كل حاجة معانا النهاردة. إن شاء الله النهاردة فيديو موفر ليكي وجميل تطلعي منه نتيجة حلوة. تعالوا نسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، على آلك وأصحابك أجمعين. عندنا شنطة الزبدة دي زبدة الحمد اللي كنا جايبينها قبل كده على القناة الكبيرة اللي هي أم يوسف في الريف، اللي كانت 300 ألف متابع. طبعا احنا بعناها وحصل فيها ظروف فبدأنا شغل مع بعضنا هنا. الشنطة دي ب 500 جنيه، فيها 5 كيلو، الكيلو ب 100 جنيه. دي الزبدة اللي بتجيلك مغلفة ومعبأة وجاملة، والكيلو فيها بيتباع لك ب 250 جنيه. أنا جايبها لك النهاردة الكيلو فيها ب 100 جنيه من الست أم أحمد، زي ما كنت بجيبها لكم قبل كده نفس السعر. الكيلو فيها ب 100 جنيه، ال5 كيلو ب 500 جنيه. بيجيبها لك أحمد لغاية عندك. هحط لك رقم التليفون بتاعها إن شاء الله، تبعتي لها على الواتس تجيب لك الكمية اللي أنت حباها. بس حابة أوريكي إيه الحاجة اللي فيها كويسة علشان تبقى واخدة الحاجة عن ثقة. زي ما قلت لكم الزبده دي اللي هي بتيجي من المحل الشركات الكبيره اللي هي بتبقى مغلفه، وبتبقى الكيس كيلو التغليفه كيلو ماشي. بتخش التغليفه في 250 جنيه و200 جنيه. انا النهارده هي ب 100 بس. فانتوا شوفوا لو انتوا حابين تشتغلوا فيها، بسم الله ما شاء الله بتبقى حلوه مش وحشه. كنا عاملينها قبل كده. ببدا افضي الشنطه زي ما انت شايفه كده بالظبط، وزي ما وريت لك الملمس بتاع السمنه بتاعتها او الزبده بتاعتها ملمسها جميل. هي دي مش عايزه خض، يعني لو انا هشتغل فيها على طول، يعني انا مثلا ايديا وجعاني ومش قادره ان انا اخض زي ام يوسف كده بالظبط ما هتعمل، خلاص انا ببدا احطها بشنطتها كده بالظبط في حله على البوتاجاز، واشتغل الشغل اللي هيجيلك بعد المرحله اللي احنا بنعملها دي. تمام. طيب انا حابه بقى اوريكي علشان اوريها لك كرطال حلوه، يبقى شكلها جميل، تبقى حطاها في الفريزر عندك، بحيث ان انت عايزه تجيبي وزنه بوزنه او رطل برطل او نص رطل او نص كيلو بنص كيلو، اعمليها بنفس الشكل. فضيتها في الطبق، نزلت فيها بايدي بحيث ان انا فكيتها كلها من التكتلات اللي فيها او من التلج اللي موجود فيها الساقع. طبعا بتبقى ماسكه شويه، ولما تيجي تخديها زي كده ما تخدهاش وهي سايحه. خليها تبقى في التلاجة من تحت مثلا 3 4 ساعات، وبعد كده طلعيها اشتغلي فيها. بدات عملت فيها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هبدا بقى اجيب ازازه ميه تكون ساقعه. ازازه الميه دي علشان اقدر ان انا اكورها، لو انا هكورها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه في الطبق ده، وتحطيها في الفريزر زي ما هي كده بالظبط، كل كوره او كل كعبيره او كل زر زي ما انتوا شايفين في كيس واحطه في الفريزر. في ناس عندنا في البلد بتحب تجيبها وبتعملها بنفس الشكل وتحطها في الفريزر، ولما تحتاج مثلا تعمل فطير بتجيب الوزنه منها وتعمل الفطيره. مثلا بتيجي تحب تعمل قرص بتجيب الوزنه منها برضو وتسيحها وتحط عليها بقيه السمنه بتاعتها وبقيه الزيت او ايا كانت هي هتعجن قرصها بيه، وتعمل القرص بتاعتها. تمام كده. في ناس بقى، انا عن نفسي بحب اجيبها، لو انا هجيبها يعني للبيت بحب اجيبها واصيحها على البوتاجاز. في مرات كنا بنسيحها مع بعضينا ونحط عليها لبن. النهارده انا هسيحها لكم من غير لبن خالص، من غير حاجه خالص، وهوري لكم الترميله بتاعتها في اخر الفيديو بفضل الله. هبدا اكور بقى بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده ال5 كيلو بتوعي. هم طبعا ما طلعوش ميه خالص، ما سردوش ميه خالص، يعني ال5 كيلو فيهم 5 كيلو صافي. لما اجي اقارن بينها وبين الزبده بتاعه المحلات، السمنه بتاعه المحلات العاديه اللي هي الصفايح، يعني الصفايح دي احنا عارفينها انها زيوت وواصله لمرحله سخونيه عاليه او درجه حراره عاليه، فوصلت للطريق للشكل اللي هي فيه. الزبده دي على كلام ام احمد لما بتقول لي يا ام يوسف هي بيجيبوها لبن بتاع بقري بتاع فريزيا، البقر اللي هو ابيض فاسمر اللي هو اللي بيبقى ما شاء الله اللهم بارك بتاع المزارع الكبير ده، وبيجيبوه بيحلبوا منه اللبن وبياخدوا وش الدسم كله بيعملوه الزبده دي. تمام. آه، اما اللي هي مثلا بتاعه المحلات فدي الله اعلم بقى بتبقى السايبه جايه منين، او اللي متغلفه برضو في صفايح او كده. دي طعمها جميل، حتى شكلها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك جميله. بس طبعا فرق بينها وبين الزبده البلدي الصافي. الزبده البلدي الصافي طبعا الكيلو فيها بيعدي ال 300 جنيه وال 350 جنيه، لانها طبعا من وش اللبن نفسه. ووش اللبن الجاموسي مش اللبن البقري، انما اللبن البقري بيبقى سمنته خفيفه شويه، انما اللبن الجاموسي بيبقى القشطه بتاعته دسمه، السمنه بتاعته دسمه شويه، فعشان كده بتعلى في السعر عن سمنه البقري. دي طبعا علشان ان هو بقر فريزيا اللبن بتاعه بيبقى ابيض مش بيبقى لونها اصفر، انما البقر بتاعنا احنا العادي اللي عندنا في البلاد هنا ده بيبقى لونه اصفر، فعلشان كده الزبده بتاعته بتبقى لونها اصفر. لان لبن البقر عندنا البقر البلدي بيبقى لون اللبن بتاعه اصفر.
تمام. اما اللبن الجاموس طبعا بيبقى اللبن ابيض، فعلشان كده الوش اللبن بيبقى ابيض، الزبده بتاعته بتبقى بيضه. ده لبن بقري، الله اعلم خلطين عليه لبن جاموسي او لا، برضو دي انا ما اقدرش اقول فيها او اعيد عشان ما اشيلش يعني اقول كلمه تحاسب عنها. فده بيبقى معمول من اللبن البقري بتاع البقر الفريزيا، اللي هو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بيحلب بقى بال10 كيلو وال15 كيلو وال20 كيلو في الوجبه. يعني الصبح واخر النهار ممكن نحلب الصبح 10 كيلو، ممكن اخر النهار 10 كيلو. فبسم الله ما شاء الله بتطلع بقى انتاجيه حلوه زي ما انتم شايفين كده. هكور بقى كل الكميه عندي كده بعد ما خضتها او بعد ما عجنتها، بسم الله. وهبدا احطها في حله على البوتاجاز. تمام الكلام. هنبدا بقى نحطها في حله على البوتاجاز، وزي ما قلت لكم كنا قبل كده بنحط عليها لبن، النهارده مش هنحط عليها لبن. ال5 كيلو ما شاء الله اللهم بارك. تعالي بقى كده، حطيت الحله على البوتاجاز بتاعتي، حله ألمونيا طبعا. افضل حاجه في تسييح ايا كان سمنه بلدي او زبده او اي حاجه انت هتسيحيها، الافضل ليها تكون حله ألمونيا، علشان ما تشطش منك ولا تتحرق ولا تحرق السمنه. في بدايه الموضوع بتكون على نار متوسطه، بعد كده ببدا اعلي النار براحتي. ولما بكون بسيح سمنه في الطبيعي في العادي، بخلي النار عندي على المتوسط، ايا كان دهن او سمنه. كنا عاملين فيديو قبل كده على القناه دي جديد، في اول فيديو ليها كنا عاملين الدهن محولينه لسمنه بلدي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، الترميله بتاعته جميله جميله جميله. جيت هنا بقى حطيته السمنه بتاعتي على النار زي ما انتم شايفين كده الزبده، وسبتها حوالي، قعدت معايا حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع. دي بتاخد وقت شويه في التسييح، لان برضو مش بتكون بقوام السمنه البلدي الاصلي، لان طبعا السعر مش هو وكده. فهبدا بقى ان انا اعرف منين هي استوت، لان انا مش حاطه لبن، فمش هتاخد وقت كتير زي اللي بحط عليها لبن. لو انا بحط عليها لبن عشان بيزودها دسامه شويه من وش القشطه بتاعت اللبن، علشان كده بحط عليها لبن. اما النهارده ما حطيتش خالص، حبيت ان انا اوريها لكم زي ما هي كده، اوريكم الترميله بتاعتها زي ما هي. لقيت المرته بتاعتي بدات تدي اللون الاصفر البسيط قوي، حطيت معلقتين من الملح وطفيت على السمنه بتاعتي. هطفي عليها واسيبها حوالي ساعتين 3 بالكتير قوي. تمام كده. يعني لو في الشتاء هم ساعتين، لو انا بسيحها في الصيف هسيبها 3 ساعات، علشان جو الصيف بيخلي الحاجه ما تبردش بسرعه زي الشتاء. اما في الشتاء بتبرد معايا على طول، وانا مش عايزاها تجرمز في الحله علشان تبقى تديني ترميله في البرطمان اهي. هي كده اخدت المرته بتاعتي، اخدت اللون ده، خلاص بطفي عليها بقى. والحمو اللي بقيت في السمنه، يعني السخونيه اللي موجوده في السمنه، بتديني بقيه الترميله، بقيه اللون الاصلي للسمنه. تمام. واخدين بالكم من طرف الحله كده، من الحرف بتاعها اخد اللون الوردي البسيط، خلاص ببدا اطفي بقى. تعالي هنا كده بقى، بعد ما سبتها حوالي 3 ساعات او 4 ساعات، عايزه بقى افضيها. الحله بتاعتي لما ابدا افضي في البرطمانات بتاعتي، البرطمانات تكون مغسوله، تكون متعقمه كويس ومتنشفه كويس بمنديل او بفوطه، تكون نظيفه، علشان السمنه بتاعتي ما تعفنش معايا في البرطمانات. ولما افضي السمنه بتاعتي ما بفضيش خالص مرته تحتيها، ايا كان السمنه او الدهن اللي انا هشتغل فيه او اللي انا هفضيه في البرطمانات. البرطمانات بتاعتي ايا كانت تحبي بلاستيك ازاز اللي يريحك. هبدا بقى افضي هنا في الجردل ده. الجردل ده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بيشيل حوالي 3 كيلو صافي. عندي البرطمان ده من بتاع السمنه، اللي هو زي بتاع السمنه كده بتاعت المحلات، بيشيل 2 كيلو. تمام. عندنا بسم الله ما شاء الله طلعوا صافي 5 كيلو، اللهم بارك. حلوه، بدات تدي ترميله في الحله من تحت، او تمسك في الحله سنه من تحت. اديت بس الرجه البسيطه دي علشان خاطر اصفي السمنه عندي كلها، تبقى ما اقعدش افضي بالمعلقه، فهمتوني؟ تنزل كلها مع بعضيها نفس السمك مع بعضيها كده. افضي بقى في البرطمان، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، لونها كريستالي جميل، لونها كده زي الذهب. حاجه كده بجد بجد جميله، وحاجه نظيفه وحلوه، تعيش معاكي فتره، توفر معاكي في السعر. لو حباها طبعا ام احمد مش هتتاخر عن حد. ام احمد ست محترمه جدا، هي بعتها لي بقالها كام يوم والله، بس انا جالي شويه التعب اللي كنت بقول لكم عليهم دول، فما قدرتش ان انا اسجل الفيديو يوم ما عملته. ومن ساعتها بقالي 10 ايام مش عارفه انزل حاجه خالص على الصفحه. دعواتكم لينا كده، ربنا يشفينا ويشيل عنا ويعافينا يا رب، اللهم امين. بس كده هبدا بقى اسيبهم بقى حوالي ساعتين 3 4 5 يبيتوا للصبح، لغايه ما اوريك الترميله بتاعتهم الحلوه اللي انت هتشوفيها دلوقتي. دي بقى الولاش المرتة اللي طلعت منهم، نقطة صغنونة خالص. الحلة بتاعتي مش هتغلبني في الدعيك، هحط فيها شوية مية سخنين واحطها على النار حوالي 3 دقايق، واطفي عليها واروح دعكها باي سلك عادي خالص، وحتة صابونة من القطع اللي احنا بنعملها مع بعضينا من الزيت القديم المستعمل، هتروح زي الفل. تعالي هنا كده بقى، بعد ما سبتها لاخر النهار وكنت مستويه من الجروح اللي في جسمي، فحاولت ان انا اجيب لكم حتى حته بسيطه بالاسدال، لان انا كنت اليومين دول يعتبر الاسدال هو اللي عليا، ما كنتش بعرف البس الهدوم التانية.
فخلاص تعالي بقى كده اوريكي الترميل علشان انزل ام احمد الفيديو، علشان هي ما يصعبش عليها مني، وربنا يرزقها من واسع فضله. وانتوا كمان معلش شدوا حيلكم مع ام احمد شويه. لو حد قريبك عايز سمنه منها، طبعا هي كل واحد مننا بيكافح على اكل عيشه، وهي ست محترمه جدا. السمنه عندنا فيها ترميله جميله. لو وحشه هقول لكم هي وحشه. لو اخدتوا ليكم ولقرايبكم طبعا هيكون عونا ليها، ربنا يساعدها يا رب ويقويها على شيله عيالها. زي ما انا برضو بعاون مع جوزي علشان شيلة عيالي، زي ما كل واحدة مننا نفسها تدخل دخل. هي الست ربنا يديها الصحة بتكافح في الحلال، فربنا يعينها يا رب ويقويها ويرزقها من واسع فضله ويديها الصحة ويبارك لها في أولادها. وعندها أحمد مش بيتأخر عن أي حد، لو حبيتوا هتلاقوني كاتبه لكم التعليق في آخر رقم التليفون واتس في آخر الفيديو، ولو انتوا حابينه في التعليقات لو انا نسيت هتلاقوني حاطه لكم في التعليقات تحت. ان شاء الله خدوه. يلا حبايبي ان شاء الله كده يكون ليها ان شاء الله كده نصيب معاكم في التعامل، هي كلها ذوق. ابعتوا لها بس على الواتس، هي ان شاء الله مش هتتاخر عن حد فيكم ابدا، وهتبعت لكم الحاجه لغايه عندكم وباتفاق مع بعضيكم على الواتس. هي طبعا التليفون اللي انا هحطه لكم ده بتاعها هي، فانتوا كلامكم هيكون معاها هي. ماشي يا حبايبي، يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.